ازيكم. النهارده هنتكلم في موضوع ظريف كده وقصير، وهو ازاي تحافظي على جمالك وتهتمي بنفسك وانتي حامل من غير ما تأثري على الحمل ولا تأذي البيبي في حاجه. بس قبل اي حاجه، انا دكتوره ياسمين سعيد، اخصائيه نساء والتوليد وعلاج تاخر الحمل. ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتعملي لايك للفيديو. لو عندكم اي اسئله تخص الموضوع او تساؤلات، خايفه من حاجه معينه تعمليها، اكتبي لي في الكومنتات ويلا بينا نبتدي. طيب، اول حاجه هنتكلم لو في شعر زياده في الجسم، ايه افضل وسيله ان احنا نشيل؟ اول حاجه السويت. هل السويت امن او لا؟ السويت امن تماما طول الحمل، ما فيهوش اي مشكله، ما بيعملش، لان في يعني سمعت عليه اشاعات مغرضه وفي ناس بتجيلي تقول لي السويت غلط في الحمل. لا خالص، مش غلط خالص. هو بس ممكن يسبب، لو في حد بيسبب له الم فظيع ما بيحتملش ابدا السويت. الالم الفظيع من اي حاجه ممكن يدخلنا في طلق، فهي دي الحاله الوحيده اللي ممنوع فيها السويت. انما لو انت بتتحملي متعوده عليها وبتتحملي الالم بتاعها عادي جدا، ما فيهاش اي مشكله طول فتره الحمل. تاني حاجة هي الليزر، ودي بتسأل منها غالبا من العرايس اللي لسه متجوزين، يعني بيبقوا واخدين كذا سيشن في الليزر قبل ما يتجوزوا وبعد ما يتجوزوا. بتحمل ومش عارفة تكمل الجلسات بتاعتها او لا. الليزر ما فيش دراسات كفاية تقولك ان هو آمن 100%. انما احنا بنعمل احتياطاتنا، يعني كنسا مش بنمنعه، وكجلدية برضو ما عندهمش المشكلة يعملوا لك وانت حامل. انما في احتياطات ناخدها عشان خاطر الموضوع يبقى آمن تماما. هو مبدئيا كده عايزين نعرف ان الليزر ده مش اشعه، مش زي الاكس راي اللي هو الاشعه اللي بنعملها على العظم، ولا زي الاشعه المقطعيه. هو ضوء، فبالتالي اختراقه للانسجه بيبقى قليل. انما الحاجه اللي احنا بنخاف منها هي الحراره اللي بتتولد من الليزر. عشان كده معظم اجهزه الليزر بيبقى فيها اجهزه تبريد عشان ما تعملش حروق وكده. فالحراره دي ممكن طبعا تضر الجنين لو احنا عملنا الليزر في اول 3 اشهر. عشان كده احنا احتياطاتنا ان احنا ما نعملهوش في اول 3 اشهر، ونبعد تماما طول الحمل عن المنطقه الحساسه، البيكيني والمنطقه البطن ومنطقه الظهر، اي منطقه ممكن تكون قريبه من البيبي. انما لو اماكن بعيده مثلا زي الايد او الرجل او اي منطقه تانية في الجسم بعيد خالص عن منطقه الحمل، مفيش مشكله ان احنا نعملها بعد 3 اشهر. طيب، تاني حاجة نتكلم عليها هي الاهتمام بجلدك وببشرتك. احنا محتاجين ترطيب كويس أثناء الحمل، بالذات في منطقة البطن، لأن أي واحدة حامل معرضة، وبالذات يعني في الجنس بتاعنا اللي هم مش البياض الفظيع، يعني بيظهر مع الحمل اللي هي خطوط التمدد اللي هي الستريتش ماركس. ازاي نتعامل معاها؟ دي اهم حاجه فيها الترطيب. طول ما انت بترطبي اول باول، مثلا من الشهر، يعني لو من اول الحمله طبعا يعني يبقى كتر خيرك، انما على الاقل من الشهر الخامس لما يبتدي بقى حجم البطن يكبر، ان احنا نرطب كويس جدا. لازم حاجات غاليه بقى وحاجات من الصيدليه وماركات وكده لا خالص، يعني بأبسط حاجة عندك للترطيب استخدميها. عندك حتى زيوت طبيعية، زيت جوز هند، زيت لوز، الحاجات دي مفيدة جدا وبترطب ترطيب عالي. وبعدين احنا عايزين على مساحة كبيرة، يعني اللي هي البطن وكده، فمش هينفع معانا الحاجات اللي هي الصغنونة دي. فالزيوت الطبيعية بتبقى اختيار كويس جدا. معلومة مهمة عن الستريتش ماركس، ان هي طول ما هي لونها احمر، لسه الخطوط لونها احمر، دي نقدر نعالجها عادي جدا، وبالترتيب ممكن تقل معانا وتروح خالص. انما اول ما تقلب لونها ابيض يبقى احنا كده خلاص الموضوع صعب جدا، ولا حتى عند دكاتره يعني بناخد خطوات صعبه جدا عشان نعالجها. انما طول ما هي لونها احمر احنا لسه نقدر نصلح الموضوع، وده طبعا عن طريق الترطيب القوي. في انواع غاليه زي سانوسان، موستيلا، الحاجات دي بيبقى فيها كريمات مخصوصه للستريتش ماركس. انما هي غاليه قوي، ونتيجتها برضو هتلاقيها زي الزيوت الطبيعيه. عشان كده بقول لكم بديل يعني اوفر وعملي اكتر ومتوفر، عشان ما تستصعبيش الموضوع وما تهمليش في الاسترتش ماركس. بالنسبه لمشكله الكلف، مشكله الكلف طبعا بتبقى شكلها صعب شويه اثناء الحمل، انما للاسف بنضطر نستنى بعد الولاده عشان خاطر نعمل لها تقشير. التقشير هو اكتر حاجه بيجيب معاها نتائج، سواء بتقشير فيتامين اي او تقشير كيميائي او تقشير بارد عند دكاتره التجميل، دكاتره الجلديه والتجميل. انما ما ينفعش نستخدم الكريمات اللي هي بنستخدمها في البيت للتقشير اللي فيها فيتامين اي دي اثناء الحمل، لان هي غلط على الحمل. انما اضعف الايمان ان احنا نستخدم كريمات فيها فيتامين اي والوفيرا اللي هو جيل الصبار والحاجات دي الطبيعيه. يعني مش قصدي حاجه نجيب الجيل الصبار، لا، في كريمات فيها المستخلصات دي وبتبقى مفيده جدا، هترطب وهتحسن الشكل شويه لحد ما نولد ان شاء الله ونعالجها صح. طيب، بالنسبة للشعر، دكتور عايزة اعمل شعري بروتين، عايزة اعمل شعري كرياتين، عايزة اصبغ شعري، مش متقبلة شكلي كده، زهقت من شكلي كده.
برضو دي شكوى كل عيانه اثناء الحمل للاسف، وتغير الهرمونات وكده بيحسس العيانه دايما ان هي زهقانه وعايزه تغير في شكلها. طيب بالنسبه للصبغه، احنا بنخاف من الصبغه الامونيا اللي في الصبغه، لان جزء منها بيمتص عن طريق الجلد وممكن يوصل للبيبي، فهو غلط تماما. لو هنستخدم صبغه تكون صبغه خاليه من الامونيا. هل في منها في مصر؟ في انواع، في نوع تبع لوريال اسمه دي جي برو، ده النوع الوحيد الامن واللي ما فيهوش امونيا. طيب اي نوع تاني لا، غلط خالص، مش هنستخدمه. ممكن نستخدم حاجه طبيعيه، يا ريت يعني، افضل كمان ان احنا نستخدم مثلا حنه، ما فيهاش اي مشكله، هتغير شويه في لون شعرك، هتحسي يعني انت غيرتي المود. انما مش بنستخدم الحنه، عشان في بس عيانين بيسالوا لي على طول على الحنه اللي هي باكيتات صغننه دي، حنه هندي او حاجه كده، لا خالص. عايزين الحنه الطبيعيه اللي هي سايبه دي، او حتى في اكياس بس اللي هي بتبقى كميات دي، لان الصغيره دي بيبقى فيها كيماويات عادي جدا زيها زي الصبغه، بالعكس اضر وبتعمل حساسيه اكتر، فدي نبعد عنها خالص. يا اما نستخدم صبغه وفيها كيماويات قليله جدا زي اللي قلنا عليها اللي هي لوريال الخاليه من الامونيا، يا اما نستخدم الطبيعيه، دي احسن حاجه. ممكن ان انا اعمل كرياتين بروتين. الحقيقه ده حاجه ممنوعه تماما، بيطلع ابخره. كلنا يعني شوفنا حد بيعمل او عملنا لنفسنا، او بنشوف كميه الدخان اللي بتبقى موجوده عند الكوافير لما بيعمل بروتين او كرياتين، فبالتالي ده ممنوع خالص اثناء الحمل، عشان الابخره اللي بتتصاعد دي فيها ماده الفورمالدهيد، واي نوع في السوق بيقول لك زيرو فورمالين والكلام ده برضو بيبقى فيه نسبه، فبالتالي الموضوع ده خطر جدا. احنا ماشيين دايما في الحمل بمبدأ خلينا في طريق السلامة، يعني ما نأذيش البيبي في حاجة، عشان كده دي اكتر حاجة فيها قلق، عشان كده نبعد عنها خالص. بالنسبة لزيادة الوزن، ودي طبعا حاجة طبيعية لكل الحوامل، يعني مش عايزة واحدة ان هي تكتئب او تتضايق عشان هي وزنها زاد وهي حامل. طبيعي عندنا الزيادة في الوزن من 9 كيلو لحد 18 كيلو، حسب انت اصلا بادية الحمل وزنك قد ايه، مفيش اي مشكلة، هتنقصي معظم الوزن اللي انت زدتيه ده بعد الولادة ان شاء الله، لما ينزل البيبي والمية اللي حواليه والمية اللي متحوشة في جسمك من الحمل، هترجعي يعني اولموست قريبة من وزنك الطبيعي. في ناس بتزيد جدا، دي يعني طبعا مش هينفع دايت اثناء الحمل، انما اهم حاجه ان احنا نركز في الكيف اكتر من الكم، يعني بناكل اكل مغذي ونبعد عن الحاجات اللي هي كمياته على الفاضي، ما بتدخلناش اي عناصر مهمه للجسم، ما بتدخلش لا فيتامينات ولا كالسيوم ولا حديد ولا اي حاجه زي النشويات والكلام ده، يعني كالوريز ووزن زياده على الفاضي. بالتالي لو احنا خلينا بالنا في الاكل ان احنا بناكل الحاجات المفيده اللي فيها زي منتجات الالبان، اللحوم، الفراخ، الخضار، الفاكهه، مش لازم حاجات غاليه، حتى البقوليات، الحاجات دي فيها بروتينات وفيها عناصر مهمه جدا للجسم، انما ما نركزش في النشويات والحلويات والمشروبات الغازيه والحاجات اللي هي بتدخلنا على الفاضي، دي نبعد عنها عشان وزنك ما يخرجش عن السيطره. طبعا الاكل الصحي غير ان هو بيحافظ على وزننا، هو كمان بيحافظ على نضاره البشره وعلى الحيويه بتاعه البشره، وبيبقى شكلك مش تعبان دايما. حاجه تانية برضو عشان خاطر نحافظ على وزننا، ان احنا نتحرك، يعني نحاول ما يعني مش الحمل بقى نقضيه كله ان احنا قاعدين في البيت، لا اصلا انا خايفه على الحمل، الموضوع ده مش صحي خالص، لا للحمل ولا ليكي، يعني انتي وزنك هيزيد جدا وهتتعبي جدا، وكمان البيبي هيتاثر وممكن يبقى وزنه قليل بسبب ان انتي ما بتتحركيش خالص. انما الحركه دي مفيده ليكي، بتجري الدوره الدمويه وبتوصل دم للبيبي كويس وبتحافظ على صحتك وعلى وزنك، فالحركه دي مفيده جدا. حتى ان احنا ممكن نعمل رياضه، يعني طبعا رياضه خفيفه مش حاجات عنيفه، انما لو اتمشينا حتى بس ربع ساعه 3 مرات في الاسبوع، دي حاجه مفيده ليكي جدا. وطبعا مهم جدا ان احنا نلتزم بالفيتامينات بتاعتنا وناخدها يوميا، ونشرب كمية مية كفاية اثناء اليوم، يعني نقطة المية دي يا جماعة بالفيديو كله بتأثر على كل حاجة، سواء على نضارة بشرتك او على وزنك او على امتصاص الفيتامينات اللي انت بتاخديها، ليها تأثير على الجسم كله. وطبعا بتقينا من حاجات كتير زي الامساك والتهاب في مجرى البول والهبوط، يعني فوائد كتير جدا للميه، فمهم جدا ان احنا نشرب من 2 ل 3 لتر في اليوم. في الاخر حابه اقول ان اي تغيرات بتحصل لينا واي بهدله بتحصل في شكلنا دي ضريبه طبيعيه جدا، عشان خاطر يبقى عندنا بيبيهات جميله نفرح بيها، فبالتالي ما فيش اي واحده تتضايق ان هي شكلها اتبهدل او وزنها زاد او شعرها بيقع او الكلام ده خالص، دي حاجات مؤقته اثناء الحمل، حتى احنا نعمل اللي علينا ونهتم بنفسنا على قد ما نقدر، وبعد الولاده ان شاء الله الوضع هيرجع بالتدريج، يعني مش هقول اول ما تولدي تبقي فله، لا بس يعني البيبي طبعا بياخد اهتمام في الاول، انما بالتدريج بنرجع لحياتنا الطبيعيه وللاهتمام الطبيعي بشكلنا، وتلاقي ان انت رجعتي احلى من الاول.